هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 24 من أبريل. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي. وضمن برنامج متابعات تقدم لكم الزميلة منى سلطان المقابلات التي أجرتها مع أعضاء الوفود التي شاركت في المؤتمر الثاني للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي والذي عقد في السويد مؤخرا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي ينهي مؤتمره الثاني في السويد. إريتريا تشارك ولأول مرة في اجتماع دول حوض البحر الأحمر. اعتقال مدير مدرسة القديسة مريم في أسمرة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. أنهى الأسبوع الماضي المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري مؤتمره الثاني، والذي عقد في ستوكهولم في الفترة من 16 حتى 22 من الشهر الجاري. وناقش المؤتمر عدة أوراق من اللجنة التنفيذية والتحضيرية، وتناولت الأوضاع الراهنة في إريتريا والمنطقة. وقام المجلس في نهاية المؤتمر بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي. وللمزيد حول هذا المؤتمر تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج متابعات. شاركت إريتريا ولأول مرة في اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في يومي 21 و22 من أبريل الجاري. الجدير بالذكر بأن دولة إريتريا لم تشارك في الاجتماع التأسيسي لقادة دول هذه المنظمة، والتي تأسست بمبادرة سعودية، كما لم تشارك في الاجتماع الذي عقد مؤخرا في القاهرة. وشارك في الاجتماع كل من إريتريا والسودان والصومال وجيبوتي واليمن والسعودية ومصر والأردن. ومثل إريتريا كل من يماني جبرآب مستشار الرئيس للشؤون السياسية ومسؤول الشؤون الاقتصادية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة حجوز جبرهوت كشا. تفيد مصادر إذاعة أرنا بأن سلطات الأمن الإريتري قامت في 19 من الشهر الجاري باعتقال مدير مدرسة القديسة مريم في أسمرة السيد محرات أب. وقالت المصادر بأن المدير اغتيل إلى جهة غير معلومة، ولا تتوفر أي معلومات حول مكان اعتقاله حتى الآن. وجاء اعتقال المدير على خلفية قرار الحكومة الإريترية بحل مجالس إدارة المدارس الأهلية والخاصة وإلحاقها بوزارة التعليم. وكان هذا القرار قد جوبه برفض كامل من قبل مجلس إدارة مدرسة الضياء الإسلامية، وأدت مقاومة القرار إلى اعتقال الشيخ موسى محمد نور ووفاته نتيجة الاعتقال. كما لا زالت السلطات تتحفظ على العديد من الآباء وأعضاء مجلس إدارة مدرسة الضياء وبعضا من طلابها حتى الآن. وجاء اعتقال مدير مدرسة القديسة مريم نتيجة مقاومته للقرار الحكومي، خاصة وأن المدرسة تتبع الكنيسة القبطية الإريترية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي ينهي مؤتمره الثاني في السويد. إريتريا تشارك ولأول مرة في اجتماعات دول حوض البحر الأحمر. اعتقال مدير مدرسة القديسة مريم في أسمرة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرنا.
متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي السيد علي إبراهيم عيسى، مشهور بداود، من سكان مدينة برمنغهام في UK. جيت عن طريق اللي هو التسعيد من أهالي برمنغهام وضواحيها لبريطانيا. كان مسموح 2 عدد 2 الشخصين يعني، وواحد من لندن والثاني من المدن الثانية كلها مجتمعة، فبالتالي أنا رشحوني لهذه المهمة لحضور المؤتمر هنا. المؤتمر بطبيعة الحال ماشي كويس، لكن ماشي ببطء شوية. بالنسبة يعني من البداية لو حبينا نشوف مثلا كان في تأخير شوية. بعد كده حسينا انه اللي هي التقارير اللي قدمت مثلا، ده تقريبا استنتاج او تحليل انا الشخصي يعني، كان تقريبا فيها شبه نقصان في بعض النقاط، تقريبا كانت ناقصة، ما مكتمل، وهذه تقريبا خلت الناس يكون عندها عدم شوية نوع من عدم الثقة يمكن أو توجس، ولهذا بس لكن أجازوها إحساسا بضيق الوقت وإحساسا بأنه خلاص يفوت يعني حصل إيش يعني، خليها تعدي ونخش في المرحلة القادمة وكذا. الخوف من المرحلة القادمة بالنسبة لي أنا أراها كالآتي، اللي هي أولا نحن كممثلين مثلا من الشعب جايين، اللي رشحونا أكثر من أعداء الأحزاب السياسية، لكن الأحزاب السياسية بيجوا عن طريق كوتات، وبيجوا تلاقيهم أمامك خلاص أمر واقع يعني، ويمكن نفس الأشخاص اللي نحن عملوا تقارير المرة اللي فاتت حيجوا هم. لكن لو كنت أنا مثلا اللي هو مرشح الشعب، لو كنت أخفقت أنا أكيد كان حينحوني جانبا ويجيبوا غيري اللي ممكن يعمل. لكن هنا ما شوية صعبة، حيجيك نفس المجموعة، ممكن تجيك نفس المجموعة السنة هذه وتكون على رأس العمل، وهذا شيء يخوف. كيفية تجاوز هذا المرحلة شوية ما عارف، المهم تكون صعبة، لكن أنا شخصيا حطالب بأنه يكون على الأقل تساوي في أعداد اللي هو في التنفيذية، يكون في من الجماهير ومن الأحزاب السياسية بالتساوي، على الأقل نعدل الكفة شوية. أرى كده يمكن ده يكون مخرج، لكن ما أعرف. القوى السياسية دائما يقولوا لك نحن وأنتم، وهم يجتمعوا ونحن ما نجتمع، وهم يفكروا ويحللوا ويجوا جاهزين، بينما نحن نجي نحن من عدة مدن ما نعرف حتى بعد. ففي عوامل كده يعني بالنسبة لي على الأقل مش مريحة. الآن دخلنا في مناقشة المسودات اللي هي بتاعت المجلس، الأوراق، لكن أرى كمان في هذه أنه هذه الأمور قد تكون جيدة ومكتملة وكل شيء، لكن مش وقتها الآن. نحن كيفية إسقاط النظام هذا لسه ما ناقشناه، ونحن فاضل لنا يومين. برنامج عمل بالضبط هذه اللجنة نحن ما عارفين ننتخب ناس اللي تنفذ، ولا نجيب لهم برنامج وبعدين ننتخب ناس اللي تنفذ. فده كل سنة نوقع فيه تقريبا نفس المشكلة، ولكن ربنا يعدلها ونحاول نعمل شيء إذا قدرنا. ده أراه تقريبا المخرج الوحيد يعني، وشكرا. هذه إذاعة إرينا. معك نقاش عثمان من ستوكهولم في السويد. أنا أقيم هنا، والآن اليوم الأخير للمؤتمر. طبعا المؤتمر بدأ يوم 16، هو المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. حضرته وفود من شتى بقاع العالم، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني أيضا اللي قدموا من أستراليا، من الشرق الأوسط، من إثيوبيا، وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من كل بلدان أوروبا. هذا المؤتمر طبعا عقد في جو مفعم بتفاؤل، جو كله إصرار على استمرار في النضال من أجل إنقاذ الشعب الإريتري من براثن النظام الدكتاتوري القائم. الأمور تسير كما خطط لها. المناقشات جادة،
والتقييم موضوعي لكل محطات التي مر بها المجلس الوطني منذ تأسيسه في عام 2011 في مدينة هواسا الإثيوبية، وكذلك حضور قيادي كبير موجود. بالتالي هؤلاء أيضا لديهم خبرة في تناول الموضوعات والرد على تساؤلات الحضور، وأتمنى أن هذا المؤتمر يكون انطلاقة جديدة لتعزيز عمل المعارضة الوطنية الإريترية ويقرب ساعة سقوط هذا النظام الجائر في إريتريا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. يسعدني أني أكون ضيفة في هذا البرنامج. حنان محمد صالح، أديبة وكاتبة إريترية وناشطة حقوقية في الشأن الإريتري. جيت المؤتمر عن طريق جمعية اتحاد المرأة الإريترية المستقلة أقليم أوروبا، وكنت عضو في مؤتمر المجلس الوطني الثاني المنعقد في ستوكهولم 2019، والآن تم ترشيحي عن إقليم أوروبا من دولة السويد. بشكل عام المؤتمر الحمد لله النتائج اللي طلع بها كانت ناجحة. أولا قدرتهم على تخطي الأمور والمصاعب اللي مرت خلال السنوات الماضية، هذا إنجاز له فحاله. ثانيا بشكل عام هناك توافق ما بين الأحزاب والأعضاء الذين شاركوا في المؤتمر، والكل يحاول من أجل العمل في هذا الظرف الصعب الذي نعيش فيه. فكلنا نرى الأمور والأحداث في إريتريا واللاجئين وأمور أخرى يعاني منها الشعب الإريتري، فلذا كان هذا هو الهم، ولذا كان هناك إصرار من الجميع على إنجاح هذا المؤتمر. وإن شاء الله تم انتخاب رئيس المجلس والأعضاء، ومستقبلا إن شاء الله نرى نتائج مثمرة. لعل وعسى تكون هذا المؤتمر خطوة في التغيير القادم في إريتريا بإذن الله. السلام عليكم. هذه إذاعة إرينا. هلا ومرحبا. اسمي عمر إبراهيم طه، جاي ضمن الوفود المشاركة للمؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإريتري التغيير الديمقراطي. جايين من سويسرا، نمثل حركة الشباب الإريتري التغيير اللي تأخذ مقرها الرئيسي في سويسرا. بالنسبة لانطباعاتنا في ومشاركاتنا في المؤتمر هذا اللي استمر من يوم 16 الافتتاحية إلى يومنا هذا، كانت كل الأوراق المطروحة كانت تمت مناقشتها بجدية وتمحيص، وكانت سياقتها سياقة ممتازة تتوافق مع متطلبات المرحلة الجاية. وكل المؤتمرين حقيقة وقفوا كثيرا في إخفاقات المجلس في الفترة الماضية، ومن ثم قدموا اقتراحات لمعالجة الموضوع دي، وثمنوا كذلك الاتجاهات الإيجابية في تقويتها. الآن نحن على أبواب مشارف ختام المؤتمر، وفعلا الحين في نهاياته، ومن ثم نبشر كل المتابعين والغيورين في قضيتهم وقضايا المجلس بصفة عامة اللي بيمثل جميع مكونات شعبنا الأريتري، إنه مخرجاته إن شاء الله ستكون نأمل كذلك أنه تلبي متطلبات المرحلة الجاية. ما بقي إلا القليل سوى التصعيد لكل الممثلين. طبعا أن تم تحديد 61 عضو للفترة الجديدة للمجلس يمثلون المنظمات المجتمع المدني بكل فئاته، الشباب والنساء والمستغلين، وكذلك منظمات التنظيمات السياسية. نبشركم كذلك أن هذه المرحلة حتكون مرحلة والجاليات الأريترية الموجودة في دول المهجر
والحين نبشركم أنه كذلك الفترة الجاية حتكون معتمدة على هذا الاتجاه دي، بحيث يكون للقيادة الجديدة المختارة للمجلس حرية التحرك في كل ما نصبو إليه لعملية التغيير الديمقراطي اللي نحن نرغب فيها أن تتحقق في القريب العاجل. ده اللي حبيت والنقاط المهمة اللي حبيت أذكرها لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد معر، عضو المؤتمر الثاني للمجلس الوطني، وأنا شاركت في هذا المؤتمر ممثل للمؤتمر الوطني لعفر إريتريا. قبل انعقاد المؤتمر عملنا اجتماع كقوة سياسية. بدأت فعاليات قبل بدء فعاليات المؤتمر كانت هناك اجتماع لقوى المعارضة الإريترية، عدة تنظيمات سياسية، ورأت بعض المعيقات التي كانت تواجه انعقاد المؤتمر الثاني للمجلس، ووضعت نقاط حول كيفية إمكان إنجاح هذا المؤتمر، من ضمنها تماسك القوى المعارضة والاعتماد على الذات لإنجاح هذا المؤتمر من كل النواحي. وبعدها يعني بدأ اجتماع المجلس الوطني، عضوية المجلس الوطني، وأيضا تم بث بأوراق المؤتمر الثاني للمجلس، وتم إجازة الأوراق التي عدت من قبل اللجنة التحضيرية، وتم تثبيت الميثاق السياسي التي اعتمدناها في أواسا، في المؤتمر الأول في أواسا. وبعدها تمت البث في التقارير بتاع المجلس الوطني. بعدها دخلنا في سيمينار حول الوضع الراهن في المنطقة والتغيرات التي تحصل في المنطقة وانعكاساتها على نضالاتنا، ما هي تأثيرها على نضالات الشعب الإريتري، وحول أهمية المنطقة خصوصا منطقة دنكاليا، ولما لها يعني من أهمية استراتيجية. وبث السيمينار في هذا الموضوع وكيفية الاستفادة لصالح النضال من أهمية هذه المنطقة. وبعدها يعني دخلنا المؤتمر، والمؤتمر كان على جو هادي، والناس كانت تناقش بروح شفافية كل المواضيع، وتمت إجازة الميثاق السياسي التي ثبتناها في أواسا كما هو. وهذا الميثاق كما هو معلوم يتضمن يعني الحد الأدنى برنامج حد الأدنى لكل القوى المعارضة، ويعكس كل مطالب الشعب الإريتري الموجودة في الساحة الإريترية، بما في ذلك حق تقرير المصير للقوميات، وحق الجبرتي، والدستور اللامركزي، والاعتماد القومي والديني والثقافي كمبدأ في إريتريا، واحترام حقوق الإنسان، وعدة نقاط مهمة يحتوي هذا الميثاق، وتم إقراره من قبل المؤتمرين. وتمت أيضا مناقشة النظام الأساسي للمجلس وتم إقراره. وهناك كما أيضا كانت هناك قرارات وتوصيات للمؤتمر، تمت إجازة القرارات والتوصيات للمؤتمر. وفي الأخير تم اختيار أعضاء المجلس التشريعي للمجلس الوطني، وتم عدد المجلس الوطني يتكون من 61 عضو، وهذا كان مؤتمرنا. المؤتمر كان مؤتمر ناجح بالشكل المطلوب، وشكرا لكم. هذه إذاعة إرينا. معكم أحمد نقاش من هولندا.
طبعا جيت إلى المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإريتري باعتباري عضو المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي السابق. طبعا أنا ناشط مستقل، دخلت بهذه الصفة في هذا المؤتمر، والمؤتمر انعقد بصورة جيدة، كان بدايته مشجعة، والآن أيضا ناقش كل المستندات الأوراق اللي هي للمرحلة القادمة، مثل الميثاق السياسي الإريتري الذي توافق عليه الجميع، والنظام الأساسي الذي يعتبر بمثابة قانون بالنسبة للمجلس. ومن ضمن الأشياء الجميلة في هذا المؤتمر أنه الناس استصحبت السلبيات السابقة التي صاحبت هذا المجلس وحاولت أن تدع له الحلول، وبالتأكيد كل الناس ناقشت، وتم تقييم شامل وكامل لمعوقات العمل للمجلس الوطني في المرحلة السابقة. والآن الناس اتفقت على خطة جديدة ورؤى جديدة بحيث ينطلق هذا المجلس في المرحلة القادمة، بحيث أيضا انطلاقته تتناسب مع الوضع السياسي الجديد بالنسبة لإريتريا. الآن في إريتريا في أحداث كثيرة، وحتى في القرن الإفريقي والسلام الإريتري الإثيوبي أو المدعو بالسلام الإثيوبي الإريتري، وده كله المؤتمرون وضعوه في الاعتبار وناقشوه بالإسهاب، وضعوا استراتيجية التعامل في المرحلة القادمة. وده تقريبا كل ما ناقشه المؤتمر، وكان المؤتمر المشاركة فيه كثيرة من مختلف القطاعات، من المناضلين القدماء، من الشباب والنساء ومنظمات مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات الإريترية المختلفة. فعلا هذا المؤتمر أنا أستطيع أن أقول عكس الصورة الحقيقية لإريتريا وللمسرح السياسي الإريتري. ده ممكن ما أستطيع أن أقوله بصورة مختصرة في هذه المرحلة. والآن أيضا تم اختيار القيادة الجديدة، وتم تغيير اسم القيادة الجديدة، بدل المجلس الوطني تم تسميته بالقيادة المركزية. والآن حتجتمع القيادة المركزية لاختيار المكتب التنفيذي، وبعد ذلك حيتم الانطلاق من أجل إنجاح العمل والعمل الديمقراطي من أجل تغيير إحداث التغيير في إريتريا كما يتمناه الشعب الإريتري. وأتمنى لكم جميعا كل التوفيق والسداد، وشكرا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الرحيم. اسمي محمد صالح مجاوراي من وفد أمريكا لمؤتمر المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي فئة المستقلين. الحقيقة يعني أنا سعيد بأن أشارك هذه المرة أيضا في هذا التجمع. كلنا أمل طبعا أن يخرج هذا المؤتمر بشكل كما هو متوقع منه من قبل الجماهير الإريترية. هذا هو المؤتمر الثاني بعد أواسة، فترة كانت طويلة، لكن الأمل كبير في هذا التجمع الذي يضم أكبر يعني تجمع خارج إريتريا للمنظمات السياسية ولمنظمات المجتمع المدني والمستقلين، والأمل فيه كبير جدا. وأنا حقيقة متفائل بأن هذه المرة هي هذه المرة حقيقة في تغيير، في إصرار، في عزيمة من المشاركين، في دماء جديدة، مما يؤشر ويبشر أيضا ببداية جديدة ومرحلة جديدة، أن هناك يعني دماء جديدة ووجوه جديدة وإصرار على بدء مرحلة جديدة بفاعلية تختلف تماما عن المرات السابقة. المؤتمرين أخذوا في الاعتبار وراجعوا وقيموا المرحلة السابقة، ووضعوا ضوابط وآليات تقلل من المعيقات التي أدت إلى تعطيل العمل النضالي في المرحلة السابقة. ولذلك يعني حقيقة أنا متفائل جدا بهذه الوجوه الجديدة وبالدماء الجديدة، وأملنا كبير في أن هذه المرة تكون مختلفة بشكل كبير جدا إن شاء الله.
هذه إذاعة إرنا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي شوقي محمد أحمد، جاي في المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، ممثلا للحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية. وطبعا كما هو معروف أنه المجلس الوطني الإريتري كان تعطل أعماله أو لفترة طويلة جدا نسبة للخلافات الثانوية التي أقعدته، بالإضافة للتدخلات الخارجية التي لم تكن مقتنعة بمشروع المجلس الوطني ككل. وعليه الآن وبعد أن أصبح الناس أن المجلس الوطني قد انتهى تماما وأنه لا مجال لعودته مرة أخرى، ولكن نتيجة لضغوط الجماهير ولضغوط الشعب، وأنه لازم أنه للشعب الإريتري يكون عنده يعني المظلة الكبرى تكون موجودة ويجب أن يساندوها. وعليه أن القيادة عبر لجنتها المشتركة استطاعت أن تحشد الجماهير في كل أو في مختلف بقاع العالم، وبالفعل استطاعت هذه اللجنة أن تأتي إلى هذا المؤتمر الثاني التي كان يراه الناس بعيدا، ولكن أصبح واقعا معاشا. والشيء الذي يميز المؤتمر الثاني للمجلس الوطني هو أنه جاء بإمكانيات إريترية ذاتية خالصة، هي بدون دعم من أي دولة أجنبية أو أي جهة خارجية. وهذا مما يدل على أن الإريتريين يستطيعون أن يعقدوا مؤتمراتهم خارج حتى إثيوبيا وخارج السودان، وكذلك أنهم بإمكانهم تمويل مؤتمراتهم، وأن يكون ذلك أن يحفظ قرارهم الوطني المستقل. ولذلك كان هذا واحد من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإريتري. ولذلك هذه بشرى سارة وبشرى كبيرة جدا للشعب الإريتري أن يخرج المؤتمر الثاني أولا بإمكانيات ذاتية وبجهود ذاتية، ثم أن يخرج المؤتمر موحدا وكذلك بنشاط وهمة وعزيمة، مما يجعله أن يتطلع إلى مستقبل أفضل وأن يتحرك، وخاصة في هذه الظروف التي يعيشها الإريتريون وتعيشها إريتريا بعد الاتفاقيات بين النظام الإريتري وإثيوبيا والتي لا يعرف عنها الشعب الإريتري. وعليه نرى أن هذا المؤتمر الثاني جاء في الوقت المناسب ليملأ الفراغ الذي حدث في الفترة الماضية، وجاء في وقت تتعرض فيه إريتريا أو سيادة إريتريا الوطنية لمهددات خطيرة جدا، بحيث أنه أصبحت إريتريا وشعبها معرضان للبيع والشراء والمزاد العلني ومن الدول العربية الإمارات وغيرها، وكذلك من قبل إثيوبيا وأطماعهم حول نحو البحر الأحمر وعصب ومصوع وغيرها. فذلك نرى أن رسالة المجلس الوطني الآن هو تعبئة الجماهير وتعبئة الشعب الإريتري وخاصة فئة الشباب، ويتزامن هذا المؤتمر مع الهبة الشعبية التي يتمتع بها الإريتريون في هذه الفترة. ولذلك يجب أن يكون المجلس الوطني أن يقود هذا الحراك الشبابي الشعبي الجماهيري، وأن يكون له تواصل مع الدول المجاورة وكذلك مع الشعب الإريتري الموجود في كل أنحاء العالم، وأن يبعث رسالة يعني قوية جدا أن الشعب الإريتري الآن عنده ممثل يعني قوي ومظلة تجمع كل الإريتريين. وعليه لقد عشنا هذه الأيام التي بدأت من
التي ابتدأت من 16 من أبريل إلى 21 من أبريل 2019 كانت أياما يعني ناقش فيها المؤتمرون كل هذه الأوراق، وأجازوا الورقة أو الميثاق السياسي وكذلك النظام الأساسي، وتم تخفيض عضوية المجلس الوطني من 127 إلى 61، واختيار 7 من القيادة التنفيذية، وعليه يعتبر هذا إنجاز وطني تحقق في هذا المؤتمر. وعليه بعد تكوين هذا المؤتمر أو انفضاض هذا المؤتمر الثاني وعودة الناس يجب أن يعودوا إلى الجماهير الإريترية، وأن المهمة الكبيرة والأصعب هي أن القيادة الجديدة يجب أن تتحمل المسؤولية بكل همة وعزيمة. وأنا أعتقد أن إريتريا وشعبها بعد زوال هذا النظام سيعيشان بإذن الله في أمن وسلام واستقرار، وستكون إريتريا تأخذ مكانها الطبيعي من ضمن دول الإفريقية ودول المنطقة، وتتقدم بإذن الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم مجددا. وكما تابعتم في اللقاءات التي أجرتها الزميلة منى سلطان في السويد على هامش المؤتمر الثاني للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، المعلوم أن المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي أنهى مؤتمره الثاني الذي عقد في ضواحي ستوكهولم في الفترة من 16 إلى 22 من أبريل الجاري. وكما أفادنا المؤتمرون، فقد تناول الأعضاء برامج العمل المقبلة، وناقش المؤتمر كذلك الأوراق التي تم تقديمها من اللجنة التنفيذية واللجنة التحضيرية، وعقد أيضا سيمينارات مطولة تناولت تطورات الأوضاع في الداخل، خاصة بعد توقيع اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا. وتناول كذلك المؤتمرون الأوضاع في السودان وتأثيراتها على مجمل الأوضاع في المنطقة وعلى إريتريا بشكل خاص. واختتم المؤتمر أعماله بانتخاب مجلس تشريعي يتكون من 61 عضوا، ولجنة تنفيذية يترأسها السيد نقاش عثمان عضو جبهة الإنقاذ الوطني. ومن جانبنا وفي إذاعة إرنا سنجري مقابلات مكثفة حول هذا الموضوع، وذلك بغرض تنوير كل مستمعاتنا ومستمعينا بخصوص المؤتمر الثاني للمجلس، والذي جاء بعد فترة طويلة ويواجه تحديات مقبلة كبيرة. وقبل اختتام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم تذكيرا بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه إذاعة إرنا. المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي ينهي مؤتمره الثاني في السويد. أنهى الأسبوع الماضي المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري مؤتمره الثاني، والذي عقد في ستوكهولم في الفترة من 16 حتى 22 من الشهر الجاري. إريتريا تشارك لأول مرة في اجتماعات دول حوض البحر الأحمر. شاركت إريتريا لأول مرة في اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في يومي 21 و22 من الشهر الجاري. اعتقال مدير مدرسة القديسة مريم في أسمرة. تفيد مصادر إذاعة إرنا بأن سلطات الأمن الإريتري قامت في 19 من الشهر الجاري باعتقال مدير مدرسة القديسة مريم في أسمرة السيد محرتاب. وقالت المصادر بأن المدير اغتيل إلى جهة غير معلومة، ولا تتوفر أي معلومات حول مكان اعتقاله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا تذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي الأخير مستمعي ومستمعات الأفاضل، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com،
وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعتي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلتي منى سلطان ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.